السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفه بزاف سهله. توجو قلت لكم اللي عنده ميكرووند يقدر يستعملو، ما عندوش اضرار، تغطي برك هذيك الماكله تاعكم وطيب عادي. هنا راح نستعملها، ولا حبيتو يعني ديروها في الفرن عادي تاني ديروها في الفرن. راح نديرو في الميكرووند، انا درتو باش ميم با دقيقه يطيب باسكو فيه البيض برك باش ينشف. حاجه سهله بالبزاف، تقدميها سواء بالحليب ولا بلاتاي، ولا تمديها باغ اكزومبل الطفل ولا الطفله كيكونوا يقراو في المسيد جواهي العشره يجيمنيو بها، ماهيش راح تطلع لهم بزاف السكر. وفيما يخص الشوفان، بزاف اللي عندهم انتقادات في الشوفان يقول لك يطلع السكر، صح هو عنده نسبه ولكن مش يطلع السكر، هو مليح بزاف للهضم. هيا بسم الله ونروحوا للوصفه تاعنا. ان شاء الله الشوفان راح ندير عليه فيديو مدقق. عندي شويه جوز، عندي هنايا كاوكاو محمص، شويه لوز محمص، تقدروا تبدلوهم ديروا باي مكسرات عندكم، ما عندكمش كامل ديروا الشوفان محمص مع الجلجلان، ولا يقولوا لها بلايص الجلجلانيه، يعني حاجه بزاف سهله. قلنا نديروا المكسرات اللي تحبيهم عندك، من بعد نديروا شويه تاع عسل طبيعي. هنا راح نزيد له شويه ماء باش نخففوا، يعني ما يكونش هكذاك عاقد، جوست مغرفه صغيره كي شفتوا شحال درت. زوج حبات بيض، نديروا الحبه الاولى لكفتنا نحبسوا، نورمالمون هنا بحبه بيض تكفي. هنا خميره تاع الحلوى دايما نقول لكم على راس المغرفه برك شويه باش تجينا، علاش تجينا شويه هشه ما تجيناش ثقيله الداخل، على راس المغرفه هكا نقصولها ونديروها فوالا. نزيدو قرصه تاع الملح، نديرو قرصه تاع الملح باش تنكه. قلت لكم هنا السكر مانيش راح نستعملو، راني رايحه نستعمل العسل الطبيعي بشويه ما. نديرو حبه بيض تاعنا، دوك نديرو هذا العسل الطبيعي نزيدلو شويه تاع ما كيما قلت لكم دافي ولا ما زهر، اي حاجه تحبوها، يعني تكون تنقص لا كونسونطراسيون تاع السكر. هذا مش سكر، هذا راهو عسل طبيعي. ما عندكمش في الدار ديروا سكر ستيفيا، ولا ديروا مثلا السكر هذاك اللي ديابيت مليح. توجور شنو نقصوا قد ما تقدروا نقصوا. على بالكم الطفل في الاول ما يتقبلش، سورتو واحد صغير ما يتقبلش يكون ياكل حاجه حلوه من بعد تمتم تنحيها له، يعني نحيله بالتدريج. بديت تبدلي له الحوايج هادو حتى خلاص يولي والفهم. كيما شوفان بزاف مليح، بزاف مليح. مي ولو كان نكتروا منه هكذايا يولي يضرنا، الوغ واش نديرو؟ نمدوه لاي واحد، يعني شوفان بصفه عامه رانا نهضروا للمريض ولا صحيح، يبدا ياكلو بشويه باش يولي يوالف عليه، ومن بعد الجسم خلاص يوالف على الشوفان، يولي ما يضروش كي ياكلو حتى بكونتيتي كبيره ما يصرالو والو. على هذا شوفان نمشيو به غير بشويه. نديرو قلنا شويه تاع شوفان هكا، نخلطوا كامل المكونات هنا سهله بالبزاف، ما راح تعبك. وعلى يعني كيما نقولوا على عكس راح تحفزك باش طيبي لهاد لوليدك ولا لبنتك هكذا، تريقي لهم السكر تاعهم من داك، تنحي لهم الحلوى والكاطو تاع برا. قلنا تبداي تبدلي بشويه حتى يوالف. كيما الحلوى راح ندير ان شاء الله حلوى بزاف مليحه، كاين حندير كيك ولا مادلين هكا صغار يدوهم معاهم، وتكون نسبه تاع كربوهيدرات فيها قليله، وميم طون ماهيش رايحه تهبط لهم السكر، يعني كي ياكلوها ما حتطلع ما حتهبط، يقعد معتدل. يلا نخلطوا هاد المكونات كامل كيما قلت لكم هكذايا. انا واش راح ندير هنا؟ راح نديرهم في كيسان، يعني ابسط شيء، حاجه بزاف سهله. نروحوا كيسان، اي كيسان عندك في الدار، ما من عندك تاع ولادك هكا تاع مكيات ولا ديريهم على، يعني تحفزيهم على العكس باش ياكلوها. ديريهم هكا وتقدري تحضريه مام مع ولادك، قلنا تاني في جو هكايا كما يقولوا عائلي. على بالكم الاولاد بزاف كي تعطينهم الحاجه يخدموها هما معك لا يتقبلوها وياكلوها، يشوفوا الابداع تاعهم كيفاش خرجت لهم. على هذه توجور دخلي معك ولادك الكوزينه هادو مرمات السكر ولا باش يعودوا يتعودوا على الحاجه، صدق يمدوا يدهم فيها شويه باش تحفزيهم ياكلوهم. هنا ندير هذا كامل لكم هكايا ساهل، نضغط عليه شويه برك باش يشد لا فورم ديالو. الكيسه ما حيش نلصقوا ولا خفتوا يتلصقوا في الكيسه، ندير لها شويه زيت. هنا استغنيت على زيت جوز الهند، تحبوا ديروه مي انا استغنيت عليه، يعني يقدر يصلح بلا زيت جوز الهند. هامليك درتهم من دقيقه جست ينشف البيض. وهاوليك اللي عندها عسل طبيعي تحب تزين به من الفوق تزين به، اللي ما عندهاش تستغنى عليه هكا يفي بالغرض. فيها غير مكسرات بزاف مليحه بزاف بنينه، وما تطلعش قلت لكم السكر، وتقدروا ديروها لولادكم في ميم دقيقه، يعني ما تعجزوش عليها بالبزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، سهله مهله خفيفه للقهوه ولا لاتاي ولا يدوم معاهم نسيت. نتلاقاو في ساعه الخير
وسلام. ربي يشفي كل مرض.